تخيل نفسك كده نزلت جزيرة وجميلة ومليانة أشجار وحاجات غريبة شكلها جميل أو مش جميل، بس المهم إن هي حاجات غريبة بالنسبة لك وأنت مبسوط بقى، environment مختلفة وحاجة أول مرة تشوفها ومبسوط. طبعا تخيل نفسك انت نزلت في مكان زي كده ولقيت حاجه شكلها مختلف، حاجه اول مره تشوفها، فهل هتقف عند الحاجه دي وتفضل تتامل فيها، ولا هتلاقي نفسك بتمشي كده في المكان وتتجول فيه؟ هتلاقي نفسك بتمشي في المكان وتتجول فيه وتستمتع بالطبيعه بتاعه المكان اللي انت رحته. اكيد مش هتلاقي حاجه وتقف عليها وتفضل تتامل فيها، مش منطقي. يعني انت لا اراديا هتلاقي نفسك ماشي في المكان وبتتجول وبتستمتع فيه. كذلك الامر انت لو في كورس هتبدا فيه ممكن تعمل حاجه لطيفه. معظم الكورسز يعني حتى لو كانت المحاضره مثلا ساعه، معظم الكورسز ما بتكونش كده، بس ليتس سي يا عم الكورس ده المحاضره بتاعته ساعه، ودي من الحاجات اللي انا بفضلها بصراحه. ما بحبش الحاجات الصغيره، بحب الحاجه اللي بتكون يعني اللي هو ايه، بتاخد حاجه دسمه يعني. فنفرض ان انت الكورس مثلا مدته ساعه، السيشن تمام كده، الكورس ده مثلا مدته 12 ساعه، 12 سيشن في 12 ساعه. لو انت سمعت كل يوم ساعه من غير اللي هو ايه، انا عملت فيديو قبل كده ان انت مش لازم ان انت ايه بقى تركز في كل حاجه انت بتعملها. لو سمعت الفيديو وبعد كده سمعت اللي وراه، بعد كده سمعت اللي وراه اللي هو من غير بقى مذاكره ولا تركيز، انت بس تسمع الفيديو بس تمام كده، 12 يوم في 12 ساعه هتلاقي الفيديو خلص من غير ستريس من غير ارهاق. هتلاقي نفسك انت مريت على كل حاجه بقى في الكورس واستمتعت وشفت حاجات جميله كتير، فانت حسيت بلذة الكورس، حسيت فعلا بقيمته، اصبح قيم بالنسبه لك. القيمه دي تدفعك ان انت تعمل ايه، ان انت تسمح تاني وتبدا تتقن فيه. لكن تخيل انت بقى رحت بدات، وفي الغالب لما بتروح تبدا في حاجه جديده بيبقى مليانه مصطلحات غريبه وكده، فتحس ان هي تقيله على الدماغ، فممكن تجري وما تكملش. تلاقي نفسك سمعت الاول التاني ومعلومات كتير ومش عارف ايه وهنظمها ازاي وبتاع، فتلاقي الموضوع تقيل عليك. يمكن انت تتخيل لو عملت اللي انا بقول لك عليه، اللي انت رحت ماسك المحاضرات كلهم كده سمعتهم على 12 يوم، 12 محاضره مثلا او 20 محاضره ايا كان، رحت سامعهم على 20 يوم من غير مجهود ومن غير ضغط ومن غير حاجه. الحاجه اللي انت عملتها دي خدت منها حاجه واحده بس، ان انت اخدت القيمه، انت عرفت القيمه بتاعت الكورس، عرفت ده قيمته عامله ازاي. فقيمته بتدفعك فعلا ان انت بتبدا ايه بالتركيز بقى. انت اصلا بيتولد جواك شراره ناحيه الموضوع، انت خلاص يعني في شراره كده بتديك انطلاقه، لا الموضوع حلو، انا عايز اتقن ده، يعني انا عايز اتقنه خلاص، اصبح الموضوع بالنسبه لك منتهي. ليه؟ حاجه ممتازه، حاجه قيمه جدا. فالطريقه دي بنستخدمها طبعا لو الشخص يعني في ناس بصراحه بسم الله ما شاء الله ما بيوقفش على محطه، بسم الله ما شاء الله، فبيبدا مثلا في حاجه بتلاقيه بيكملها عادي، ما فيش مشكله خالص، صعبه مش سهله بتلاقيه بيمشي الدنيا لذيذ. السلوكيات اللي انا بتكلم فيها دي انت بتاخدها ده معاك لو انت حد كسل، لان انا بجد انا